هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد وهيكون عن منتجات جربتها وعجبتني جدا تحت ال 200 جنيه. في فيديو النهارده انا جمعت لكم منتجات مختلفه للبشره والشعر وللجسم. هتكلم عنها كلها النهارده، عن كل منتج لوحده بالتفصيل. هقول لكم هو كان سعره ايه، وايه تجربتي الكامله معاه، مميزاته وعيوبه، وكل ده واكتر في فيديو النهارده. فعشان كده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. ودلوقتي يلا نبدأ. واول منتج بقى يا بنات معانا النهارده وهو الغسول ده من شركة كليرسيل. الغسول ده يا بنات للبشرة الدهنية والمختلطة، هو مكتوب عليه يعني من البشرة العادية للدهنية، بس انا صراحة شايفة ان هو يعني انسب نوع بشرة ليه الدهنية والمختلطة. الغسول ده يا بنات حلو جدا جدا صراحة، فيه مميزات كتير جدا ومكوناته كلها حلوة. وبجد اكتر حاجة عجبتني فيه ان هو يعني مثلا بيشيل الحبوب، لو عندك حبوب في الجبهة او يعني حبوب في وشك مثلا بيشيلها وبيصفي البشرة. وهو يعني ما كانش غالي خالص، هو تقريبا يعني كان عامل 190 جنيه او حاجة زي كده. بس بجد يا جماعة يعني مستاهل بجد كل جنيه بتدفع فيه. هو حجم الغسول ده 200 مللي، حجمه كبير جدا صراحة يا بنات. ده احلى غسول انا جربته لحد دلوقتي. هكلمكم طبعا بالتفصيل عن مكوناته وعن الحاجات اللي مصنوع منها، وعن كل التفاصيل التانية دي. طبعا هو الغسول ده يعني صناعة مصرية 100%. المكونات بقى يا بنات اللي ما يتكون منها الغسول ده، طبعا هو كاتبين ورا هو يعني وظيفة الغسول ايه وازاي نستخدمه. المكونات من المكونات بقى في الغسول دي اللي حلوة جدا الجلايكوليك اسيد والساليسيليك اسيد، ودول يا جماعة بجد بيصفوا البشرة جدا ويشيلوا الحبوب. وفي الوفيرا، وفي فيتامين اي، وفي وفي ارجان اويل، وفي حاجات بجد، وفي تي تري اويل. فبجد يا بنات، وطبعا مكونات تانية كتير بجد يا بنات تحفة جدا جدا، لازم تجربوه. طبعا هما كاتبين عليه الاستخدام مرتين يوميا. انا اقول لكم بتستخدموه ازاي. اول حاجة قبل الغسول بنغسل ايدينا كويس، وبعد كده بناخد كمية من الغسول نرقيها ما بين ايدينا الاول، بعد كده بنفرك بيها بشرتنا لمدة دقيقة واحدة، وبعد كده بنغسل وشنا وبنرطبه بأي مرطب انتوا بتحبوه يعني. هي دي الطريقة اللي انتوا بتستخدموا بيها الغسول. وطبعا بنغسل أسناننا قبل استخدام الغسول مش بعد. كمان يا بنات الحلو في الغسول ده ان هو كمان بيخلصكم من الرؤوس السوداء وبيحمي منها. وبجد يعني انا كان عندي حبوب جدا يعني مش كتيره في بشرتي، هو صفالي بشرتي حلو صراحه. يعني انا انصحكم تجربوه، لان انتوا بجد لو جربتوه بالذات لو بشرتكم دهنيه او مختلطه هتحبوه جدا. زي ما قلت ده منتج مصري 100%. والقوام بتاعه يا بنات، هو القوام بتاعه جل، يعني مش ملكي مثلا مش ملكي كلينزر او كده، لا هو جل. وهو بيرقي حلو جدا. يعني انتوا كمية صغيرة بجد هتكفيكم، فهيقعد معاكم فترة طويلة. فده يعني انا حاساها ميزة من المميزات اللي في الغسول ده، اللي مش بلاقيها يعني في اي منتج تاني. فصراحة يا بناتي أنا انصحكم تجربوه. انتوا شوفوا، هو انا مصور لكم القوام بتاعه تحفة جدا جدا يعني. وجل خفيف كده على البشرة، مش تقيل ولا حاجة، ومش بينشف يا بنات البشرة خالص او كده، لا بالعكس يعني تحسوا مثلا ان هو بيسيب مثلا ترطيب او كده. فبجد لازم تجربوه. ودي تقييم بجد يعني 9/10. حلو حلو جدا يا بنات، لازم تجربوه. المنتج بقى يا بنات اللي بعد كده وهو المقشر ده من ستاركي. هو طبعا هو مكتوب عليه للبشرة وللجسم بس، يعني بس انصحكم ما تستخدموش للبشرة، لانه بجد هيجرح بشرتكم وهيبوظها. استخدموه مثلا يعني للجسم، للايد، للرجلين، الحاجات اللي زي كده هيبقى حلو جدا مثلا يعني قبل الشيفنج والحاجات اللي زي كده. هو ده بالشيا باتر. هو مش عارفة يا بنات كملي تقريبا، مش عارفة. هو تقريبا 300 مللي. وطبعا ستاركي دي شركة مصرية 100%، فدي حاجة حلوة برضه. ريحته حلوة جدا، وبتحسوه كده بيسيب ترطيب. والقوام بتاعه من جوه يعني مثلا الحبيبات بتاعته يعني مش هي مثلا يعني من جوه كبير او كده ان هي مثلا يعني تجرح جلدكم، لا بالعكس هي بتعمل سكراب خفيف، وفي نفس الوقت بتسيب ان هو حلو على البشرة. فبجد انصحكم تجربوه، لان هو يعني كمان سعره حلو. انا كنت شارية العلبة دي تقريبا ب20 جنيه، وهي يعني بتقعد فترة طويلة. فبجد تحفة تحفة فتحفة، لازم تجربوه اهو. يعني انا بكلمكم لسه على القوام. القوام بتاعه كده حلو جدا، والحبيبات بتاعته مش هي صغيرة اللي هي مش هتعمل سكراب، ولا كبيرة يعني وهي بتعمل سكراب هتجرح البشرة، لا بالعكس هي كده يعني تحسوها متوسطة، بتعمل سكراب حلو وخفيف للبشرة.
تحفة جدا، يعني لازم تجربوه، وريحته حلوة وفي نفس الوقت مثلا يعني مش بيلون البشرة زي مثلا انواع تانية بتحسوا مثلا ان هو بيسيب لون على البشرة من السكراب نفسه او كده، لا يعني بالعكس ده خالص حلو جدا. والتقييم بتاعي ليه يا جماعة 8/10. المنتج بقى يا بنات التالت بتاع النهاردة هو الستارفل اكني كريم ده من شركة ستارفل. وطبعا احنا كلنا عارفين ان ستارفل دي شركة مصرية، انا اصلا يعني بشتري حاجات كتير قوي من ستارفل. بصوا يا بنات، التجربة بتاعتي صراحة مع الكريم ده ما كانتش حلوة قوي، يعني انا كنت متوقعة ان هو مثلا مش هيشيل حبوب او كده. هو المفروض ده يعني ان هو الحبوب اصلا مكتوب عليه فور اويل سكين، يعني البشرة الدهنية، وده 60 جرام. يعني المفروض ان هو الوظيفة بتاعته ان هو بينقي البشرة وبيشيل الحبوب والصورة وكده. بس انا صراحة ما لقيتش منه كده. هو يا بنات موجود منه جل وكريم، انا كنت جايبة الكريم بصراحة يعني بحسه كده مثلا، يعني وانتوا بتفردوه بيجير على الوش، مش عارفة ليه. ففرده مش سهل خالص ولا حاجة. فصراحة يعني ما عجبنيش وكنت متوقعة منه النتيجة دي. يعني ففي كريمات مثلا تانية بتبقى احسن منه، فانا الصراحة يعني ما كانتش النتيجة بتاعته مرضية بالنسبة لي. هو المكونات المكتوبة فيه مكتوب عنده كذا مكون. هقول لكم طبعا المكونات كلها دلوقتي. طبعا هو مكتوب هنا ميد ان ايجيبت من شركة باركفيل، طبعا كلنا عارفين. المكونات بقى يا بنات بتاعته، هو موجود فيه ساليسيليك اسيد، موجود فيه بجد حاجات كتير جدا. هو المفروض ان فيه ساليسيليك اسيد يعني عشان يشيل الحبوب، فيه ساليسيليك اسيد وفيه تي تريول برضو للحبوب، وفيه فيتامين اي وفيه الوفيرا وفيه وفي حاجات تانية كتير. بس انا صراحة يعني ما حسيتش ان هو بيشيل حبوب او كده. المفروض ده ان هو بتستخدمه مرتين في اليوم بعد الغسول. بس يعني انا حسيت ان انا هو كان بيشيل حبوب بس يعني بعد استخدام طويل صراحة. فانا ما حبيتش الموضوع ده، وما كانش بيشيل حبوب كلها، يعني مثلا يشيل حباية او حبايتين وتحسي ان هو بيطلع لك حبات مكانهم. فصراحة انا ما عجبنيش الموضوع ده خالص. القوام بتاعه هي بنات كريم، بس هو لما انتوا بتيجوا تفردوه على الوش انا بقى يعني بحسه بيغير. ودي ملاحظة صراحة يعني انا شفتها مع اي منتج من ستارفل، يعني كان على شكل كريم. الفورم بتاعته كريم. انا حسيت ان اي منتج من ستارفل الفورم بتاعته كريم بيجار على البشرة، فصراحة ما عجبنيش. ودي تقييم 5/10. والكريم ده يا بنات كان عامل 95 جنيه. انا مش عارفة صراحة يعني الكريم نفس الجل يعني نفس السعر ولا لا. بس هو كان الكريم كان عامل 95. انا نصيحتي يعني ان انتي مثلا لو عندك يعني حبوب كتير في بشرتك او كده، انتي لو جبتيه هو بيضيع الحبوب بس بعد فترة استخدام طويلة، وفي نفس الوقت مش هيضيع لك الحبوب كلها. فانتي ممكن مثلا تجيبي غسول تاني او كريم تاني احسن من ده شويه، عشان مثلا ايه يمشيلك الحبوب بسرعه او كده. المنتج بقى يا بنات الرابع اللي بعد كده وهو الكريم ده من ميلانسينول جل. الكريم ده يا بنات هو الفورم بتاعته جل. طبعا الشركة بتاعته شركة مصرية وهو مصنوع من مصر. السعر بتاعه كان عامل تقريبا 65 جنيه. والمكونات اللي هو مصنوع منها، مصنوع من ديمانسينول، ومصنوع وفي من مكونات العسل وفي الألوفيرا، وفي مكونات يا جماعة كتير جدا حلوة. هما طبعا كاتبين عليها من بره انتوا يعني استخدام الكريم ده ايه والوظيفة بتاعته. مكتوب ان هو بيرطب البشرة وبيزود نعومتها وبيهدي حروق الشمس وكده. طبعا كاتبين هاو تو يوز او يعني ازاي نستخدمه، ان احنا بنطبق مثلا يعني طبقة رفيعة على الجلد وكده. بصوا يا بنات صراحة هو الكريم الحاجة الحلوة فيه ان هو مكانش بيطلع حبوب خالص. يعني هو مثلا انت لو بتشتكي حبوب وجبتيه عايزة ترطبي بشرتك مش هتلاقي ولا حباية طالعة لك. بس المشكلة ان هو نسبة الترطيب اللي فيه ضعيفة جدا. يعني انا كنت بحطه على البشرة بلاقي ان هو طب فين الترطيب، يعني مفيش ولا اي نسبة ترطيب مثلا يعني ملحوظة. فما عجبنيش صراحة. بس في منه الكريم وانا جبته وجربته. لو عايزين اعمل لكم عنه ريفيو ان شاء الله هعمل لكم عنه الريفيو ده، اكتبوا لي في الكومنتات. كان الترطيب بتاعه يعني النسبة بتاعة الترطيب بتاعته احسن. وزي ما قلت لكم الكريم ده كان عامل 60 والحجم بتاعه 40 جرام. من المكونات بقى يا بنات التانية اللي مصنوع منها، هو كمان بيحتوي على الجليسرين ومكونات تانية مع طبعا المية. انا صراحة يعني الكريم ككل هو من ناحية ما بيطلعش حبوب او شوائب في البشرة او كده، لا هو يعني دي ميزة حلوة جدا فيه. بس انا حاسة ان هو مش مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة زي ما مكتوب عليه، عشان مش بيدي حتى ترطيب يعني ضعيف. فانا صراحة ما عجبنيش، وديته تقييم مثلا 6/10. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان
كل البنات تستفيد. ولو عايزين اعمل لكم بارت 2 عن منتجات عجبتني مثلا، ولو في منتج معين انتوا عايزين ان انا اعمل عنه ريفيو اكتبوا لي برضو في الكومنتات. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي.